الحمد لله الرحيم الرحمن. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله الأعز الأكرم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأعظم، صلى عليه الله وآله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وامتثلوا أمره، وقوموا بما أمركم به في كتابه وبسنة نبيه. والله قد وعد من اتقاه فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. أيها الكرام، إن عبادة قد هجرت، وقل من يتعاطاها في هذا الزمان. عبادة هي في مقام الرأس من الجسد بالنسبة للعبادات، عبادة من أعظم العبادات منزلة ومن أكرمها مكانة، عبادة التفكر. دعا الله سبحانه وتعالى إليها في القرآن، ومدح أصحابها في القرآن العظيم، وأثنى عليهم ورفع منزلتهم وأشاد بهم. أما الأمر بها فقد قال الله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. دعا الله سبحانه وتعالى خلقه أن يتفكروا في مخلوقاته سبحانه وتعالى، فينظروا إلى الإبل كيف خلقها الله سبحانه وتعالى تتناسب مع بيئة لا تستطيعها باقي الحيوانات، كيف جعل الله سبحانه وتعالى الإبل تتحمل ما لا يتحمله غيره من باقي البهائم. ثم أمرهم أن ينظروا إلى السماء واتساعها وارتفاعها، وأنها لا تقع على خلق الله. ثم ينظروا إلى الجبال كيف أنشأها الله سبحانه وميزها بالنتوء وجعلها أوتادا للأرض. ثم ينظروا إلى الأرض كيف أنها لا تميد بأهلها، وكيف أنها تتغير من بيئة إلى بيئة ومن مكان إلى مكان. كل ذلك آيات لو نظرنا إليها لعلمنا عباد الله منزلة الخالق سبحانه وتعالى. وأثنى الله على المتفكرين فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيها الأكرمين، كل هذه الآيات كانت سببا لهؤلاء عندما تفكروا فيها بإنصاف وبطلب للحق، كانت سببا لإرشادهم إلى الصواب ولإظهار الحق أمام أعينهم ولإرشادهم ولهدايتهم. أيها المسلمون، جاء عن أبي الدرداء في صفة عبادته أن زوجته أم الدرداء الثانية رضي الله عنهم أجمعين سئلت عن عبادة أبي الدرداء، فقيل لها: ما عبادة أبي الدرداء؟ أي ما الأشياء الذي كان يتعبد الله فيها؟ وهذا سؤال عن حال صحابي كريم. قالت: كان جل عبادته التفكر. قال ابن القيم رحمة الله عليه: قال السلف رحمة الله عليهم: تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة.
تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. أتدرون ما السبب عباد الله؟ أتدرون ما العلة في أن التفكر خير من كثير من العبادات؟ أن الذي يتفكر يوم أن يتعبد الله يتعبد الله بذل، ويتعبد الله على تعظيم لله سبحانه وتعالى. يوم أن ينظر أن الله سبحانه قد خلق هذا الملكوت العظيم وقد جعل هذا الخلق العظيم، أليس هذا بقادر على أن يبعث من في القبور؟ أليس هذا بقادر على أن يفعل ما يشاء؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. أيها الكرام، ولا يتأتى التفكر إلا بطلب العلم، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطلب العلم، فقال عز من قائل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي اعلم أيها النبي أن لا إله إلا الله توحيدا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون التعظيم ولا التوحيد لله إلا عن قلب قد تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هي دعوة للتفكر ودعوة للنظر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكم من متفكر قد أنجاه فكره، وكم من متدبر قد رفع شأنه فكره. عباد الله، ما العبادة الميزة ولا المفضلة بكثرة السجود ولا كثرة القيام؟ فقد سأل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، سأل غلاما له: ما عامة عبادة الناس؟ يسألهم، وسعيد بن المسيب هذا قد أدرك جمعا من الصحابة، وهو زوج ابنة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فسأل غلاما له: ما أكثر عبادة الناس؟ فقال: إنهم يصلون ولا يفترون، أي أنهم يقومون بالعبادة ولا يفترون، ويصومون ولا يفطرون. فقال: ويحك، ما هكذا أدركنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أدركناهم يتفكرون في خلق الله سبحانه، ثم يعبدون الله على بصيرة. الله أكبر، الله أكبر. هي دعوة لنفسي ولكم عباد الله أن نعمل عقولنا في التفكر في مخلوقات الله سبحانه، وأن نكثر من النظر في ملكوت الله سبحانه، في تصريف الليل والنهار، في الكواكب التي لا تختلف، في دقة مواقيتها، في انتظام شؤونها، كيف أن الله رزق العظيم من مخلوقاته ولم يهمل الحقير منها، كيف أن الله نظم حال كل هذه المخلوقات. أيترك الله عبدا واحدا من كثير 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 من المخلوقات سدى يا عباد الله؟ كلا وكلا ثم كلا. وقد أحسن والله من قال: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت من غير علة، من بالمنية يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ بل سائل الأعمى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، ما الذي يرعاك؟ قل للوليد بكى وأجهش باكيا لدى الولادة، ما الذي أبكاك؟ وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. بل سائل اللبن المصفى بين فرث ودم، من ذا الذي صفاك؟ سيجيب ما في الكون من آياته عجبا عجاب لو ترى عيناك. ربي لك
ليس لواحد إلاك يا مدرك الأبصار، والأبصار لا تدري لكنه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء قد أرى علياك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم السر وأخفى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله النجب. أما بعد معاشر المسلمين، إن للتفكر 3 آيات و3 فوائد هي سبب عباد الله لتعظيم الله سبحانه وتعالى، فالمتفكر معظما لله سبحانه. وقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو من العجوبة بمكان، فقد قال في الصحيح: أذن لي أن أتحدث عن حامل من حملة العرش، مسيرة الراكب المسرع بين كتفه وشحمة أذنه 70,000 سنة، يرفع نظره إلى الله سبحانه، يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا كان خلق هذا الملك العظيم بهذا الشكل وإنه ليقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فحري بي وبك يا عبد الله، حري بنا أن نعظم الله سبحانه وتعالى. ثم الفائدة الثانية للتفكر أنها تورث الإنسان بعد تعظيم الله سبحانه استحقارا لنفسه وإذلالا لها، فمتى ما ذل قلب الإنسان، متى ما كان حيا بالتفكر، ومتى ما كان منتفعا، ومتى ما كان متكبرا الإنسان، متى ما كان بعيدا عن التفكر، فاسمع يا عبد الله قول الحق سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا بسبب كبرهم. إذن فإن إذلال النفس ومعرفة قدرها سبب يا عباد الله في الاجتهاد في العبادة، وسبب في التفكر وانتفاع النفس بالتفكر والهداية. ثم ثالث هذه الفوائد أن التفكر عباد الله سبب للازدياد في الطاعة، فالذي يتفكر أن الله قد خلق ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يقومون بعبادة الله حق العبادة، هو غني عن عبادتنا، وأنه سبحانه وتعالى قد خلق للكون موازين وأقدار، هو غني عن حولنا وقوتنا. متى ما كان هذا في قلب الإنسان كان مسارعا للاستكثار بالطاعة ومسارعا للطاعة بحد ذاتها، وهذه سبيل المتقين. وقد قال الله سبحانه: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على من بعثه ربه بالهدى والصراط المستقيم، نبي العالمين، خير من أرسل بالقرآن والذكر الحكيم.
حيث أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار. اللهم إنا نسألك أن تشفع نبيك فينا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أدم على دولة الإمارات أمنها وأمانها وادحر عنها كل فتنة. اللهم ادفع عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عن دولة الإمارات كل فتنة أنت أعلم بها يا رب العالمين ما ظهر منها وما بطن. اللهم أدم عليها أمنها وأمانها هي وسائر بلاد العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا حاكم البلاد ونائبه إلى كل بر وإحسان وخذ بناصيتهما إلى البر والتقوى. اللهم وفق حكام الإمارات إلى كل بر وإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ووالديه وكل من بنى لك بيتا يبتغى فيه ذكرك ويعلى فيه اسمك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاما طبقا غيث رحمة لا غيث عذاب غيث عاجل غيث عاجل لا غيث آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمتك ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من غضبك وسخطك ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارفع قدرنا وحط وزرنا وعاف مريضنا وادفع عن مبتلانا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك ألا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا أيما إلا زوجته ولا مريضا إلا عافيته ولا مبتلا إلا دفعت بلاءه برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إليك ندعو وإليك نشكو وإليك نرجو إليك نرفع أكفنا فأجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.